بلماضي يخطط لمفاجأة من العيار الثقيل في منتخب الجزائر. لنتابع التفاصيل. يخطط جمال بلماضي لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل في المنتخب الجزائري، باستدعاء لاعبين تألقوا مع المنتخب المحلي في شان 2022 من أجل تربص شهر مارس المقبل، حسب ما كشفه موقع لوكومبيتسيون. ووضع المدرب الجزائري بلماضي اسم حارس المنتخب المحلي ألكسندر قندوز على رأس قائمة 5 لاعبين يخطط لاستدعائهم إلى صفوف كتيبة الخضر. وبحسب الموقع السالف ذكره، فإن مدافع نادي شباب بلوزداد مختار بالخيثر ضمن مكانه هو الآخر في قائمة الأسماء ال5 المقرر أن يوجه لها بلماضي الدعوة مستقبلا للعب مع محرز ورفاقه. وسيعيد الناخب الوطني منح الفرصة لنجم خط الوسط حسام الدين ميريزق لاعب نادي شباب بلوزداد، بالإضافة إلى عزمه على استدعاء قلب دفاع نادي اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد. ورغم موجة الانتقادات الشديدة التي طالته بسبب تضييعه ركلة جزاء في النهائي، يخطط بلماضي لضم المهاجم أيمن محيوص للمنتخب الجزائري، بما أنه تألق وتوج هدافا لمنافسة شان 2022. ومواصلة للحديث عن استدعاء لاعبين جدد، فمن المرجح أن يستقدم بلماضي نجوما جزائرية ناشطة في أوروبا لخوض تربص شهر مارس المقبل، يتقدمهم عوار وآية نوري وشعيبي حسب غالبية التسريبات.